رايك يا ماما في نزول الجيش للشارع؟ احسن حاجه واحسن حل، لان الجيش لعلمك هيحمي البلد. حتى برضه ايام ما مبارك استقال في الاول وتنحى والجيش كان ماسك البلد، كانت البلد ماشيه صح. لكن لما جه مرسي عمل ذبذبه وشال المشير وحط السيسي، ودلوقتي بيستخدم الجيش لحسابه عشان يظلم الشعب ويظلم الناس. لكن هو اساسا الجيش اهم حاجه في البلد، وهو الشيء الوحيد اللي احنا كلنا بنستند عليه دلوقتي. الشارع افضل طبعا، ودي حاجه يعني احسن في الوقت الحالي اللي احنا فيه، فاهماني؟ وسياسه محمد مرسي مش جايبه ايجابي مع الشعب، دي اسوأ حاجه للشعب. يعني دلوقتي الهدوم القديمه والكلام ده بقت قصاد القضاء العالي، والكلام ده منظر مش استراتيجي خالص، يعني فاهماني؟ انت انتخبت مرسي؟ لا، انتخبت احمد شفيق مع التعديل حتى لو كان في اي ذبذبه. تمام. راي حضرتك ايه في نزول الجيش للشارع؟ يكفي بس اللي انا ببقى ماشي كده حاسس ان انا ورايا رجاله مش اكتر، مبقاش ماشي في سويقه، ببقى ماشي يعني حاسس ان انا شاب كمحترم ماشي في بلدي. لكن دلوقتي انا بمشي حاسس اي بلطجي اي حد ممكن يعمل معاكي اي حاجه في اي وقت. يعني انت شايف ان الجيش هو الدرع الحامي للبلد؟ طبعا الجيش، يعني البلد اللي ما فيهاش جيش عامله زي البلد مفيش رئيس، الجيش هو الرئيس. حضرتك ايه في نزول الجيش للشارع؟ ينزل الجيش مش هيعمل حاجه. مش هيعمل حاجه؟ امال رايك هيعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه عشان المبس موجود والاخوان موجودين، مش هيعمل حاجه. يعني حضرتك مش هيعمل حاجه، مش هينزل الشارع؟ مش هينزل، هو مش هيعمل حاجه. طب حضرتك شايف ايه اللي هيحصل او ايه السيناريو اللي هيحصل؟ ولا حاجه. 4 سنين غصب عن اي حد، الشعب كله هيقعد 4 سنين في الفوضى دي. في الفوضى دي. مش هو عايز تغيير؟ تمام. طيب اهو التغيير جاي له. تمام. بس